بص حواليك كده، اي حاجة شايفها كلها كانت في الاول مجرد فكرة في دماغ حد. الفكرة دي كبرت واتطورت واتنفذت لحد ما بقت واقع. يعني مفيش حاجة اسمها فكرة صغيرة، كل انجاز كبير كان في يوم من الايام مجرد فكرة صغيرة. الفكرة في الاول بتكون شبه بذرة، حاجة كده ملهاش شكل وممكن محدش ياخد باله منها، بس لو رويتها واهتميت بيها بتكبر وتبقى حاجة عظيمة. المشكلة ان اغلب الناس بيستهينوا بالبدايات، بس الحقيقة البدايات الصغيرة هي اللي بتغير العالم. الفكرة عمرها ما بتنزل فجأة كده من السماء، بتبدأ بحاجة صغيرة خالص، موقف بسيط، لحظة صدفة، حتى كلمة سمعتها من حد في الشارع، وبعدها بتقعد الفكرة تدق في دماغك. تعدي يوم واتنين وتلاقي نفسك بتفكر فيها من غير ما تحس، تكتب عنها، تتكلم عنها، تشوفها في كل حاجة حواليك، وساعتها تبدأ تحس ان في حاجة جواك عايزة تطلع. الفكرة دي بقت شبه نبض مش سايبك، وساعتها هي تتحرك، ودي تبقى بداية جديدة. في ناس فاكرة ان التغيير بيجي فجأة، يا تسيبها تضيع زي آلاف الافكار اللي راح خطوة واحدة وقرار واحد، لكن مش دي الحقيقة. بيبدأ بفكرة وتنقلب الحياة، لكن دي مش الحقيقة الكاملة. التغيير الحقيقي مش بيبدأ بخطوة وتخليك مش طايق تعيش زي ما انت. فكرة تهزك من جوه، فكرة تفضل وراك، تصحيك وتنيمك وتشدك لقدام، تخليك تسأل انا ليه مش ببدأ. ومجرد السؤال ده هو اول خطوة فعلا. لما تؤمن بالفكرة الخطوات هتيجي لوحدها، وكل يوم هيكون اقرب للي نفسك فيه. بس الحقيقة التغيير الحقيقي بيبدأ بفكرة، فكرة بتكمل معانا للنهاية من غير اي اوقات كتير بنهرب من الفكرة اللي بتحسسنا ببر الامان، بس الحقيقة الخوف ده مش علامة خطر، ده علامة اهمية. لما حاجة تخوفك اعرف انها بتلامس حاجة جواك هي اللي هتطورك، مش بس اللي بترتاح ليها. لكن تأثير الفكرة ممكن يغير حياتك. ابدأ من الحتة اللي وجعاك، لان هناك هيكون التغيير الحقيقي. اوقات بنسأل نفسنا ونقول انا مش في مكاني، حاسس اني تايه، مش مرتاح، مش حزين، بس في حاجة ناقصة مش عارف اوصفها. بس كل يوم بحس ان في حاجة جوايا بتتسحب، نفسي اعيش بجد ومش عايز اعدي الايام وخلاص. اوقات بيكون جوانا صوت بيكون لي معنى حتى لو بسيط، جوانا اسئله كتير مش بنلاقي لها اجوبه، وجوانا امنيات بنخاف نحكيها علشان ما تتكسرش قدامنا. بس يمكن اول خطوه هي الاعتراف، وان ده مش مكان، وان لازم اتحرك. مع بعض هنتكلم عن الحاجات اللي جوانا، الحاجات اللي مش بنقدر نقولها حتى لو كنا عايزين. في حاجات جوانا بتعيش معانا مش بنقدر نفرغها حتى لو اللي حوالينا سالوا عنها. افكارنا ومشاعرنا ومخاوفنا كلها حاجات ما بتبانش، كل يوم بنتحملها لوحدنا رغم ان احنا مش لوحدنا. في حاجات جوانا لو طلعت هتزعلنا وهتزعل اللي حوالينا. الحاجات اللي جوانا هي جزء مننا، مفيش اجوبه سحريه لكل الاسئله اللي سالناها. الحياه مش لعبه فيها قواعد سهله تضغط على زرار وكل حاجه تتصلح. مفيش طريق مختصر للسلام الداخلي او النجاح. الاجوبه السريعه دي مش حقيقيه، حتى لو كانت موجوده كان زمانها وفرت علينا كتير. اوقات بنحاول نبحث عن طرق سهله، لكن الحقيقه ان التغيير الحقيقي بيجي بالجهد. مفيش حاجه بتيجي ببلاش، وكل خطوة صغيرة بتكون بناء للي جاي. الناس بتدور على أسرار، على مفاتيح لحياة أسهل، لكن الجواب الحقيقي هي إننا نواجه الواقع. الإرادة والمثابرة هي اللي بتبني الطريق. ما تفكرش إن في سر، لأن السر هو إنك تشتغل على نفسك يوم بعد يوم. كل ده هنلاقيه مع بعض في بودكاست فكرة. هنتكلم كل 3 عن فكرة بتدور في بالنا، وعلشان كده طرحنا بودكاست فكرة علشان نتكلم كل أسبوع عن فكرة هنتكلم عنها مع بعض. خليكم معانا.